لك الملف الزمالك تاني، وسؤال مهم جدا. لو عرض عليك المشوار اللي انت رايحه بعد البرنامج مستشار مرتضى منصور ده، وعرض عليك قال لك انا جايب راجل اجنبي وانت هتشتغل معاه، توافق؟ لازم يبقى ليها هيكله وشكل تخرج بيه. والاول مره بقول واول مره اشرط على نادي الزمالك حاجه. يعني انت زي ما انت عارف طول عمري انا سيف بيتقال لميدو اشتغل في الحته الفلانيه بشتغل، اشتغل في الحته الفلانيه بشتغل، اشتغل في الحته الفلانيه بشتغل. لكن هذه المره لو مجلس الاداره والمستشار مرتضى منصور اراد عودتي مره اخرى للجهاز في منصب المدرب العام، ففي بعض النقاط لازم نوافق عليها. النقاط دي باذن الله لما اقعد مع المستشار مرتضى منصور هطرحها عليه ونحاول نحاول نوصل لاتفاق. بعض النقاط زي ايه؟ نقاط مهمه جدا في الهيكله نفسها، في الادوار وبعض النقاط الماديه. لان انا في وقت من الاوقات تخليت عن فلوس كتيره جدا من اجل العوده لنادي الزمالك، وزي ما انت عارف انا مرتبط بتعاقدات ومرتبط بحاجات، لا عشان اتخلى عنها لازم يكون التعويض المادي جيد. دي نقطه، دي اخر نقطه يعني. لكن حاجات فنيه معينه لازم نتفق عليها. طيب يعني برضو في جمله مهمه قوي دايما الناس بتفكر، ده كان راي المستشار مرتضى منصور قبل ايام الدكتور كمال درويش، قبل ما انت تيجي مدير فني، وقال ان ميدو محتاج ان هو يشتغل مع حد كبير لان هو مدير فني او مشروع مدير فني قوي، ولكن لو تسرعتوا عليه هتحرقوه. لا انا ما اتحرقتش لان انا فزت ببطوله. الحمد لله انا فزت ببطوله في ظل اصعب الظروف. وده اكبر دليل ان انا ما اتحرقتش، ان انا الحمد لله من يوم ما سبت نادي الزمالك انا جاي لي 4-5 عروض من انديه قويه جدا ان انا امسكها واتولى الاداره الفنيه. فده احنا ماشيين في اتجاهنا الحمد لله. توليت المسؤوليه في وقت صعب جدا، بوقت تغيير مجالس ادارات، وقت انتخابات، وقت لعيبه بتمشي ولعيبه بتيجي وتغيير الجلد وجيل جديد، والحمد لله قدرت ان انا انافس على بطوله الدوري لغايه اخر مباراه زي ما قلت لك، وقدرت ان انا افوز ببطوله الكاس واكمل في بطوله افريقيا اللي في نفس الوقت مع احترامك الشديد نفس البطوله النادي الاهلي خرج بره دوري المجموعات لانها كانت بطوله صعبه جدا. قدرنا ان احنا نصل بشكل جيد بلا اي هزيمه وبلا استقبال اي هدف. ودي كانت نقطه مهمه جدا بالنسبه لنا. في بعض الاوقات ان انت تاخد خطوه ورا لسه هسألك في بعض الاوقات في حياتك ان انت تاخد خطوه ورا وتشتغل من غير ضغوط بتبقى اكبر استفاده ليك في حياتك. ليه بقى؟ لان انت في فرق ان انت بتعمل تحت ضغط. انت خدت اللي الناس كلها بتقعد عمر كله عشان تاخده وركبت رجل نمره واحد او رجل اول. دلوقتي النهارده بترجع خطوه. مش بترجع، لا انت بتعمل بتثقل شغلانتك. يعني انت عملت حاجه وبتثقلها عشان بعد كده لما تيجي تشتغل يبقى انت خدت الاثنين، اشتغلت دي ونجحت فيها واشتغلت دي وان شاء الله. لكن هي دي فكره من المجلس، فكره من موجوده لسه لم يتم مناقشتها، ولما يتم مناقشتها باذن الله هنقول عملنا ايه. شايف ان نادي الزمالك السنه دي معاه فريق كبير، فريق قوي، فريق محتاج وقت، فريق محتاج تجانس؟ نادي الزمالك معاه فريقين. معاه فريق لو لعب كل مباراه بفريق يقدر ان هو يتغلب على اي فريق في الدوري العام. معاه فريقين لكن محتاجه بقى تظبيط ومحتاجه مدرب صايع، بتاع مطبخ ومدرب صايع ويعرف امتى يلعب ده وامتى يلعب ده وازاي يخلي اللعيبه كلها جاهزه، ان هي تشارك. ودي نقطه مهمه جدا، ما يحسسش لعيبه معينه ان هي بره. ودي نقطه مهمه جدا. ومحتاجه جهاز فني وجهاز عارف اللعيبه دي وعارف والحمد لله كل النقاط دي موجوده سواء وجود ميدو ولا لا. يعني النهارده حتى لو ميدو مش موجود الناس اللي موجوده ناس تقال، ناس عندها خبرات كبيره جدا. كابتن محمد وكابتن اسماعيل والناس كلها وكابتن ايمن طبعا وكل الناس وعلاء عبد الغني. الحمد لله ان نادي الزمالك قدر يوصل لتوليفه جيده جدا. وزي ما قلت لك كان مهم جدا ان احنا نجيب مدرب صاحب شخصيه قويه. هو ايه نجاح جوزيه؟ غير ان هو في الناحيه الفنيه راجل طبعا جيد، نجح في فرض شخصيته على اللاعبين. راجل شخصيه قويه ورغم ذلك كانت اللعيبه بتحبه. خلي بالكم دي نقطه مهمه جدا. قمه النجاح كمدير ايا كان ايه مدير ان انت تفرض شخصيتك وتفرض فلسفتك على الناس اللي شغاله معاك وفي نفس الوقت يبقوا بيحبوك. السن بيفرق؟ لا يعني بص يعني بعد سن ال 65 تبتدي تقول المدرب كبر. مدرب كبر خلاص. يعني ايه هو بيشتغل ايه بعد سن 65 66.